everyday مسلم صلاة تراكر. لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في قناتي وانا هقولك وظيفة كل تطبيق، مزايا وعيوب. مبدئيا التطبيق دوت مش باللغة العربية خالص عشان تبقى فاهم، بس هو المميز في التطبيق ان هو بيعمل جروبات. يعني انا وزوجتي واولادي ممكن نحمل التطبيق بيذكرنا ان احنا نصلي، يبقى احنا كلنا مرتبطين في جروب واحد للصلاة تبع التطبيق دوت. لو انا صليت بعلم ان انا صليت، الاب بيعرف ابنه صلى، بنته صلت، زوجته صلت. طب لو ما صلتش ممكن يرسل لها عن طريق التطبيق اشعار ان هي صليت العصر، صليت الظهر، صليت المغرب، وهكذا. كمان التطبيق فيه بيذكرك بالسنة النبوية، وبيذكرك ان انت تقرأ قرآن، بيذكرك بعادات في الصلاة كتيرة. فتطبيق مميز ان هو عامل جروبات عشان نعين بعضينا على الطاعة، نعين بعضينا على الصلاة. لان في ناس اما بتخش في بداية الصلاة بتبقى عايزة حد يحفزها، حد يحمسها، حد يقول لها يلا نصلي، حد يقول لها صليتي ولا ما صليتيش. الدل على الخير كفاعله. تطبيق محمله 50,000 مستخدم، تقييماته ممتازة جدا، بس عيبه الوحيد ان هو مش باللغة العربية. وطبعا في مسلمين كتير جدا مش بيعرفوا يتكلموا اللغة العربية، فيبقى عادي جدا ان هو تطبيق يبقى ليهم هما بس. شير ولايك وسبسكرايب لو ما كنتش تعرف تطبيق everyday مسلم صلاة تراكر، واستناني تاني في تطبيق جديد. هسيب لكم لينك التطبيق في الديسكريبشن.